ازيكم؟ ايه الاخبار؟ انا اسمي كابتن حسام هاني، وانا بساعد اولياء الامور ان هم يطوروا مستوى اولادهم في كره القدم بس من البيت. في مشكله دايما بشوفها مع اولياء الامور ان هم بيقولوا لي يا كابتن انا ابني فاقد الشغف وما بقاش مهتم بالتمرين وهكذا. وده بسبب حاجه علميه انا اقول لك عليها دلوقتي. اقول لك المخ بيشتغل ازاي وازاي تساعد ابنك يبقى عنده هدف وازاي يحقق الهدف ده بطريقه بسيطه جدا. دلوقتي احنا مثلا الطريقه اسمها عامه بين اند بليجر، يعني زي ممكن تقول عليها الثواب والعقاب. تعال نقول دلوقتي ان انت عندك محمد صلاح بيجري في نص الملعب وانت رميت له كوره ثرو بينه وما بين الجون. محمد صلاح هيجري بسرعه قد ايه؟ لو قلنا ان احنا اقصى سرعه هي 10 واول سرعه هي صفر. محمد صلاح عشان يجيب الجون ده هيجري بسرعه قد ايه؟ هو عايز يحقق البطوله دي او عايز يجيب الجون، ممكن يجري بسرعه مثلا 9. هيجري بسرعه جدا جدا جدا. ليه؟ لان هو عايز يحقق الجول، عايز يجيب جول او عنده هدف عايز يحققه، فهيجري بسرعه جدا. حلو كده. طب تخيل ان احنا محمد صلاح رحنا حطينا وراه اسد. اسد اهو. تفتكر محمد صلاح هيجري بسرعه كام؟ هيجري بسرعه 9 ولا بسرعه 10 ولا بسرعه 8؟ محمد صلاح هيجري بسرعه 14. ليه؟ لان هو خايف ان هو يتاكل. هو ده اللي بنقول عليه بين العواقب او الالم اللي هو هيحس بيه لو ما اتحركش. فبالتالي انت مثلا ابنك فاقد الشغف ليه؟ ان هو اولا ما عندوش هدف واضح وعايز يحقق له. هو بيروح التمرين او الاكاديميه بس ايه الهدف؟ عايز توصل لايه كمان سنه؟ عايز تلعب فين؟ عايز تحترف ولا لا؟ هتحترف فين وامتى؟ لازم يبقى عنده هدف، لازم يبقى عنده الهدف اللي يجري له بسرعه جدا، بسرعه 9. بس في نفس الوقت لازم يبقى وراه عواقب او التتبعات او اللي احنا بنقول عليها كونسيكونس او بين هيحصل له لو ما اتحركش، لو ما جيش ورا الهدف ده يحصل له ايه. يعني اديك مثال. ممكن تقول لابنك مثلا انت عشان تلعب لازم مثلا عندك هدف، عايز تلعب في برشلونه، تروح ريال مدريد، وات ايه الهدف اللي هو عايز يوصل له. بس تعالى نعكسها، قول له لو انت ما حققتش الهدف ده هيحصل لك ايه؟ هيقول لك والله انا ممكن ابطل كوره. ممكن ما ابطل كوره، ما بقاش قريب من صحابي اللي انا مش هلعب في المدرسه معاهم كوره لان الكوره لعبه شعبيه. ممكن يبقى انا اصلا بحب الكوره وماليش قوي في التعليم فكده مستقبلي هيتدمر. ف وات ايفر هو سنه كام، انا بقول لك الفريم ورك او الشكل بس، وات ايفر هو سنه كام لازم تخليه بين وبليجر او هدف والتتابعات بتاعته. يعني هديك وهشرح لك بالظبط اهميه الهدف ايه. تعالى اقول ان انا وانت مثلا ركبنا عربيه، قلت لك تعالى نركب العربيه نروح مشوار، قلت لي هنروح فين؟ قلت لك لسه بس هقول لك. وفضلنا ماشيين في الطريق ده ساعه، اتنين، تلاته، اربعه، وما وصلناش، وانت كل شويه تسال لي ايه؟ رايحين فين يا حسام؟ اقول لك بس انا بس رايحين فين. وجيت بعد الساعه الرابعه قلت لك بصراحه انا ما اعرفش احنا رايحين فين. هتقول لي ايه؟ اقف اقف اقف، تعالى نرجع. ليه انت هترجع؟ لان انت اول ما الدنيا صعبت وفضلت انت اول ساعه قشطه، تاني ساعه بتسمع اغاني، لما لقيت الوقت زاد والدنيا صعبت والجو حر، انت عايز تعرف انا بعمل كده ليه؟ ايه يعني جاي عليا بايه ان انا همشي كل ده؟ انا رايح فين؟ فاهم قصدي؟ فانت لو ما عندكش ديستنيشن، لو انا مش قايل لك احنا رايحين فين، لو مش قايل لك الجول بتاع الرحله احنا رايحين فين، لما الدنيا تصعب، لما بينا في صعوبات، الصعوبات دي ممكن تبقى بقى ان الكابتن قعدك دكه، اتصبت، النادي مشاك او وات ايفر ايه، لما بيبقى في صعوبات هتروح راجع. ليه؟ لان انت اصلا مش عارف انت بتروح التمرين ليه او بتلعب اصلا في النادي ده عايز توصل ليه. فاهم قصدي؟ فده تفسير كده بسيط بالنسبه للجول. طب تعالى نقول بالنسبه للبين او البليجر. تعال نقول ان انت عندك هدف مثلا، يعني تخيل انا قلت لك ماشي خلاص يا عم احنا هنروح السعوديه بالعربيه، هنمشي مثلا نسوق 12 ساعه ولا نسوق 3 ايام، ما اعرفش السعوديه قد ايه بالظبط، بس هنسوق 3 ايام عشان هنعمل عمره. فانت عندك هدف هو هعمل عمره، حاجه جامده، او هنعمل حج او وات ايفر، حاجه جامده جدا. بس انت بالنسبه لك المسافه طويله قوي بالعربيه ومرهقه. ممكن تقول لي نسافر طياره، اقول لك لا عربيه، هنسافر بري. فانت عندك حافز جامد، جامد جدا، بس يعني مش قوي ان هو يخليني اتحرك 3 ايام، اسافر 3 ايام بالعربيه. لا مش هيخليني اتحرك. لكن لو انت عندك بين، لو عندك حاجه هتحصل لك لو انت ما سافرتش، يعني لو قلت لك مثلا لا قدر الله انت تعبان والدكتور قال لك قدامك شهر وتموت، فده بين، والحل الوحيد ان انت تعمل عمره او حج ان انت تسافر بري. هتسافر ليه؟ لان انا لو ما سافرتش هموت، ولو مت انا سي مثلا كان نفسي اقابل ربنا او اروح اعمل عمره عشان اقرب من ربنا او ربنا يغفر لي ذنوبي قبل ما اموت. فلو عندك عواقب جامده هتتحرك اكتر لما يكون عندك جول. يعني من الاخر الانسان بيتغير بيزد على او بناء على العواقب اللي هتحصل له. فبالنسبه لابنك، انت ابنك لو عايز من الاخر تخليه
يمشي يطلع لقدام، حط له هنا هدف، خليه يتكلم عن الهدف بتاعه. حط معاه هدف، انت عايز تلعب مثلا زي اسمه محمد، يا محمد انت عايز تلعب فين؟ ايه هدفك؟ نفسك تبقى زي مين؟ الهدف ده، وتخليه كل يوم يفيجوالايز، يعني يغمض عينه ويتخيله كل يوم. ده اول حاجه. ثانيا لازم تقول له ايه اللي هيحصل لك، او ايه اللي هيحصل يا محمد لو احنا ما حققناش الهدف ده، حياتك هتبقى عامله ازاي، عشان يقدر يتحرك. فده باختصار الفريم ورك اللي انا بقول عليها البين وبليجر، اللي عايزك دايما يعني عايز تطلع بيه من الاخر، ان انت تخيل الصوره دي، انت عندك جول لازم تجري عليه. تخيل انت عندك اسد بيجري وراك، فمحمد صلاح هيجري بسرعه جدا لو هو عنده الاثنين، لو عنده جول بيجري له، بس لو عنده اسد وراه او عواقب هتحصل له هيجري بسرعه جدا. لو الفيديو ده عجبك وحاسس ان هو فادك وممكن يفيد اي ولي امر غيرك، يا ريت تعمل شير وتكتب لي كومنت، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.